ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ ده كان في حد برضو طالب مني الاجهزه فقلت اعملها لكم على فيديوهات كده منفصله، يعني الاميتر لوحده والجلفانو والفولتميتر بقى. ففي الفيديو ده ان شاء الله مع بعض هنشرح ايه الاميتر. فاحنا في الاميتر بنبقى عايزين، بس في كل جهاز ببقى عايز اعرف 4 حاجات: الاستخدام بتاعه، وفكرة العمل، وبوصله في الدايرة ازاي، وهو بيتركب من ايه. فازاي في الاستخدام بستخدم الاميتر في ايه؟ بقيس بيه شدة التيارات العالية المستمرة. طب ما احنا في الجلفانو كنا بنقيس بيه تيارات، بس اقولك لا، الجلفانو كان بيقيس ايه؟ تيارات ضعيفة جدا بالملي وبالمايكرو. فلا، انا عايز حاجة بقى اقيس بيها بالامبير وكده. فالاميتر بقى حل لي المشكلة دي، بقيس بيه شدة التيارات المستمرة الايه العالية. طب فكرة العمل هو عزم الازدواج. تمام كده. تمام. طب بوصله في الدايرة ازاي؟ احنا عارفين الاميتر بيتوصل في الدايرة توالي، بحط الاميتر ايه؟ توالي. يعني انا لو عايز اقيس تيار بروح حاطط الاميتر كده، وبيقيس لي التيار اللي انا ايه عايزه، وزي الفل. تمام كده. تمام. طب الاميتر بقى بيتركب من ايه؟ من جلفانو ومقاومة. هقول لك، ما احنا قلنا بقى في الفيديو اللي فات ان انا بدرس الجلفانو وبعد كده بعمل عليه تعديلات بسيطة علشان احوله بقى. يا اما الاميتر لو وصلت معاه مقاومة على التوازي بتحول اميتر، طب لو مقاومة على التوالي بتحول فولتميتر، طب لو حاجة تاني بيتحول لايه؟ لاوميتر. تمام كده. فعايزين نشوف شكله. فشكله بيكون هو الجلفانو ده كده ايه؟ الجلفانو. وبزود على حاجة اللي هو بوصل معاه مقاومة على التوازي اسمها ار اس. فانا الجلفانو المقاومة بتاعته اسمها ار جي، عارفين طبعا. وبوصل معاه مقاومة صغيرة جدا اسمها ايه؟ ار اس. ايه اهمية بقى المقاومة دي؟ المقاومة دي ليها كذا فايدة معايا، ان هي بتحمي لي الجلفانو عشان اللي بيمر فيها معظم التيارات. يعني ايه بيمر فيها معظم التيارات؟ هقول لك. انا عندي ان الار اس دي هي مقاومه صغيره جدا جدا جدا، فانا لو قلت لك ان انا مثلا دي معايا 10 اوم، هقول لك ان دي معايا 1 اوم. فمعظم التيار هيعدي فين؟ معظم التيار بيعدي في المقاومه الصغيره. تمام. عشان كل ما المقاومه تصغر التيار ايه؟ هيعدي هنا ايه؟ اكتر. فانا بالتالي حميت الجلفانو ده ان هو ما يتحرقش، عشان معظم التيار عدى ايه؟ عدى هنا. وقست ايه؟ وقست تيارات كبيره. تمام كده. يبقى حمايه الجلفانو عندما يمر ايه؟ تيارات كبيره. وزيادة مدى الجهاز، يعني مثلا لما كان بدل ما كان بيقيس لي بالملي أمبير والمايكرو أمبير، بقى يقيس لي إيه؟ بالأمبير. بقى يقيس لي إيه؟ بالأمبير. تمام كده. وبيقلل لي إيه؟ وبيقلل لي المقاومة الكلية. أنا وصلت مقاومة صغيرة جدا مع مقاومة كبيرة، فالمقاومة هم متصلين على التوازي، وإحنا عارفين في التوازي إن المقاومة المكافئة أقل من أقل مقاومة. يعني لو ده بواحد فالمقاومة المكافئة هتبقى أقل من الواحد. يعني هقول لك هتكون كام؟ هتكون 10 على ال11، هتكون بصفر علامة 9، فرقم أصغر من الواحد. تمام كده. فبتزود لي مدى، بتقلل لي المقاومة الكلية، وبتزود لي إيه؟ بتزود لي دقة الجهاز. اه، فيها حاجة بقى مهمة جدا: اما ازود المدى الحساسية بتقل. يبقى كل ما المدى يزيد الحساسية بتاعت الجهاز مالها؟ بتقل. تمام كده. ده كان شوية نظري بس كنا محتاجين نعرفهم. هنيجي بقى مثلا على الحتة بتاعت القوانين. بص، دي الدايرة اللي احنا عارفينها بتاعت الايه؟ بتاعت الاميتر، اللي هي مقاومة ار جي اللي هي بتاعت الجلفانو، وهنا الار اس. تمام كده. وهنا التيار اللي داخل لي هنا اسمه اي جي، وهنا ده التيار اللي هو الاي اس، وده ايه؟ تيار. بص، مش انا عارف ان الاي بتساوي هي الاي اس زائد الاي جي اهو. الاي اس، الاي بتساوي الاي جي زائد الايه؟ زائد الاي اس. تمام. مش انا عندي فرق الجهد اللي هنا هو فرق الجهد اللي على المقاومه دي هو فرق الجهد اللي على المقاومه دي؟ فخلاص الاي جي في الار جي بيساوي ايه؟ الاي اس في الار اس. تمام. انا دلوقتي عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الار اس لوحدها، فبقول ان هي الاي جي في الار جي على الايه؟ على الاي اس. طب الاي اس ده بيساوي ايه؟ هقول ان الاي اس بيساوي هو الاي ناقص الاي جي. يبقى ده القانون النهائي. يبقى انا دلوقتي كده لو عايز اجيب الار اس يبقى بقول ان هي الاي جي في الار جي على الاي ناقص الاي جي. نحفظ القانون ده عشان القانون ده مهم جدا، بيحل معانا مسائل كتير. تمام. فعندي علاقة بيانية بقى، ان هنا ايه؟ العلاقة ما بين التيار الكلي ومقلوب المقاومة اللي هي واحد على ايه؟ على الار اس. فالميل بتاع العلاقة دي، يعني لو جبت الميل بيساوي الاي جي
في الار جي. هنعرف يعني ايه الميل دلوقتي، حاطط سؤال عليها يعني ما تقلقش هتفهم الرسمه دي كويس. بس انا عايزك ايه، عايزك تحفظ الايه، العلاقه دي جدا. تمام كده. والنقطه دي بيكون هنا هو الاي جي، يعني النقطه دي هي الايه، هو الاي جي. تمام كده. تمام. طب تعالى ناخد سؤالين. بيقول لك جلفانو مقاومته 2 اوم، يبقى كده الجلفانو مقاومته يبقى دي كده ايه، ار جي. يتحمل تيار 5 ملي امبير، يبقى كده ايه الاي جي. بيقول لك جلفانو مقاومته 2 وبيتحمل تيار 5 ملي، يبقى انا كده المقاومه هي مقاومه الار جي والتيار هو الاي جي. عايز المقاومه اللي تحوله لي الاميتر، يعني هو من الاخر عايز الار اس. اما بيقيس تيار اقصاه كام، 10 امبير، يعني ده الاي. يبقى كده الار اس بتساوي إيه؟ هي الاي جي في الار جي على الاي ناقص الاي جي. الاي بكام، ب 10. الاي جي ب 2 ملي، بالاي جي ب5 ملي معلش، والار جي ب2 على 10 ناقص 5 ملي. تمام كده هتطلع معانا ايه، دي قيمة المقاومة. تمام كده، سؤال بسيط تعويض مباشر. تمام. بص هنا بيقول لك ايه، احسب النسبة بين التيار اللي مر في الدايرة كلها قبل وبعد توصيل مجزئ تيار. يعني هو من الاخر ايه، قبل ما يوصل مجزئ تيار عايز يحسب التيار بكام، وبعد ما يوصل مجزئ تيار عايز يحسب التيار بكام. طب قبل ما يوصل، بص هعمل ايه، انا عارف ان التيار بيساوي ايه، هو الفي بي على مجموع المقاومات كلها. فانا ايه، هقول في بي على مجموع المقاومات، ادي كام مقاومه وادي كام مقاومه وادي كام مقاومه. يبقى ار جي زائد الار سمول زائد الار اهي 2 و10 و15. يبقى الاي واحد بيساوي الفي بي على الكام، على 27. تمام كده. يبقى كده في الحاله الاولى. طب في الحاله الثانيه اما موصل معاه مجزئ تيار، خلاص هاجي هنا هوصل مجزئ تيار على التوازي اهو. طب المجزء هو عايز يوصله بكام، ب10. تمام. يبقى انا دلوقتي هجيب ايه، هجيب المقاومه الكليه، ال15 وال10 دول هيبقوا توازي مع بعض، واحطهم ايه، هلغيها واروح حاططها ايه، مقاومه واحده. يبقى 15 في 10 على 15 زائد 10 ب6 ايه، ب6 اوم. يبقى 6 وادي كده 10 وادي كده 2 اهي، 6 و10 و2 والفي بي فوق. ليه، علشان الاي بتساوي الفي بي اهي، والار الكليه دي كده ار، وادي كده ار، وفي هنا ار اللي هي جبناها هنا من المقاومة المكافئة للاتنين دول حطيناها هنا. فبقت في بي على الايه، على ال 18. فانا دلوقتي عايز اجيب النسبة قبل التوصيل لبعد التوصيل، يبقى اي واحد على اي اتنين. هقول في بي على ال 27 في بقلب اللي على الفي واشقلب اللي بعديه اكنها 18 على الفي بي، فالفي بي هترمي على الفي بي 18 على ال 27 هتديني ايه، 2 على 3. يعني على ما اظن السؤال واضح والدنيا فيه ايه، الدنيا فيه كويسه. تمام. دي بقى اسئله ايه من امتحانات قديمه هنحلها مع بعض. بيقول لك جلفانو مقاومته ار جي واقصى تيار يتحمله اي جي. تمام. فان عايز قيمه مجزئ التيار الذي ينقص الحساسيه الاتنين على اللي ايه، الاتنين على السبعة. تمام كده. في بس قانون عايز اوريهولك، استنى. قانون الحساسيه، الحساسية ما بين الأميتر والجلفان. بص أنا عندي الحساسية، القانون ده حفظ. تمام كده، علشان برضه يحل لنا مسائل كتير. أنا كده هيبقى عندي 3 قوانين بس. عندي قانون اللي هو اي جي على الاي بيساوي ار اس على الار جي زائد الايه، زائد الار اس. والقانون التاني اللي هو الار اس بتساوي، هو الاي جي في الار جي على الاي ناقص الايه، الاي جي. تمام كده. تمام. يبقى ايه، خلينا حافظين القانون ده كويس، اللي هو الاي جي على الاي بيساوي الار اس على الار جي زائد الايه، زائد الار اس. تمام كده. تعالى نرجع اهو. بص هو بيقول لي هنا ايه، هو بينقص الحساسيه الاتنين على السبعة. اول ما يقول لك بينقص الحساسيه الاتنين على السبعة، هشيل الاي جي على الاي واحط اتنين ايه، احط 2 على 7. تمام كده. وفوق ار اس تحت ار اس زائد الار جي، هنضرب مقص. يبقى 2 في ار اس ب2 ار اس، 2 في الار جي ب2 ار جي، 7 في ار اس بيساوي 7 ايه، ار اس. تمام كده. هودي الاتنين ار اس بعكس الاشاره، يبقى 5 ار اس بتساوي 2 ار جي. يبقى الار اس بتساوي كام، اللي هو قيمه المجزئ، 2 على ال5 ار جي. هتبقى 2 على ال5 ار جي. سؤال بسيط جدا ومفيهوش اي حاجه. تمام. عندنا هنا ايه، حاجه تاني. بيقول لك عندك 2 جلفانو وبيمر بيهم تيار شدته اي، انحرف المؤشر الاول بزاويه 30 والتاني بزاويه اكبر 10 درجات. يعني الاول بزاويه 30 والتاني بزاويه اكبر 10 درجات، اللي اكنها كام، 40.
تمام. فاما بيقول لك اما زودت شدة التيار للضعف ايه اللي هيحصل؟ بص يا اسطى هنعمل ايه. اول حاجة الجهاز الاول، مش انا عارف ان العلاقة ما بين الاي والسيتا علاقة طردية من المرة اللي فاتت، ما احنا عارفينها في الجلفانو، العلاقة بين الاي والسيتا علاقة طردية. تمام كده. فانا اقول له ايه، اما كان التيار اي ده انحرف لزاوية قياسها كام؟ 30 درجة. وأما بقى 2 اي الزاوية هتكون سيتا، فأنا عايز أجيب السيتا دي هينحرف قد إيه، فالسيتا بتساوي 2 اي في 30 على الاي، فالاي هيترمى على الاي هتطلع لي 60، فالسيتا طلعت بكام؟ 60 درجة. تمام كده. طب بتاع الجهاز التاني اما هو كان اي انحرف ل 40 درجة، طب اما يكون اي هينحرف لقد ايه؟ هيبقى 2 في 40 على الاي، فالاي هيترمى على الاي يبقى 80 ايه درجة. تمام كده. يبقى انا دلوقتي عندي السيتا بتاعت الجهاز الاول ب 60 والسيتا بتاعت الجهاز التاني ب 80. بيقول لك فانا عايز دلوقتي بقى اختار اي حاجة من دول. بيقول لك زاوية انحراف الجهاز التاني ب 20، لا دي ب60، يبقى الإجابة دي غلط. بيقول لك حساسية الجهاز الأول ب60 على الواحد، استنى، هي الحساسية بتساوي يا سيتا على الآي، فالحساسية بتساوي سيتا على الآي، فالسيتا ب60 والآي بقى إيه بقى ب2. تمام كده، فلا هتبقى ب30، فده إيه ده برضو إيه غلط. حساسية الجهاز التاني ب40، هنشوف يبقى الجهاز التاني السيتا بتاعته ب80 والاي بقى ب2، فهتساوي ايه 40 على الواحد فكده الحساسية بتاعتي بقت بكام؟ بقت ب40 على الواحد. بس كده زي الفل. نيجي ايه للسؤال ده. يقول لك جلفانو مقاومته ار جي، يبقى مقاومة الجلفانو ده ار جي، ويقيس تيار اي جي عند توصيله بمجزء تيار ار واحد، قلت الحساسية لتلاتة على أربعة. بس أنا هقف هنا وأحل أول حاجة. اما الحساسية بتساوي تلاتة على أربعة، هجيب الار بكام؟ يبقى احنا عارفين القانون اللي هو الاي جي على الاي بيساوي ار اس على الار اس زائد الار جي. الاي جي على الاي هو اللي هي الحساسية بقت بتلاتة على أربعة، بتساوي الار جي الار اس هو بيقول لي بكام؟ بيبقى ار واحد، يبقى ار واحد على ار جي زائد ار واحد، اضرب مقص يبقى أربعة ار واحد، وهنا تلاتة ار جي وتلاتة ايه ار واحد، اودي التلاتة ار واحد بعكس الاشارة، هيبقى الار واحد بتساوي ايه تلاتة ار جي. تمام كده. بيقول لك ايه بقى، عند استبدال الار واحد ده بمجزء اخر ار اتنين، قلت الحساسية لتلاتة ايه على التمانية، يبقى الحساسية هتكون بتلاتة على التمانية، اما تكون ار اس اللي هي بقت ار اتنين على ار اتنين زائد الار جي. تمام. يبقى انا ايه كده هضرب مقص، يبقى تلاتة ار اتنين زائد تلاتة ار جي بتساوي تمانية ار اتنين. مش انا عندي التلاتة ار جي اصلا انا جبتها بار واحد، خلاص اشيل التلاتة ار جي دي واحط مكانها ايه ار واحد، وهودي دي ايه بعكس الاشارة، يبقى انا كده بقى عندي خمسة ار اتنين بيساوي ايه بيساوي الار واحد. هو عايز يجيب الايه الار اتنين على الار واحد، فالار اتنين على الار واحد هي بتساوي واحد على الخمسة. شفت ده انا اختصرتهم لك في سطر، فمالكش دعوة بيها. تمام كده. يبقى ايه تعالى اعيد لك الخطوة اللي الناحية التانية دي من الاول وهنفهمها ان شاء الله ايه مع بعض. بص انا بقول لك ايه، الحساسيه قلت لتلاتة على التمانية اما وصلت مجزء تيار تاني اسمه ار اتنين. تمام كده. فبقت تلاتة على التمانية بتساوي ار اتنين على ار اتنين زائد الار جي، هضرب مقص يبقى تمانية ار اتنين يساوي تلاتة ار اتنين زائد تلاتة ار جي. ماشي، مش ممكن اشيل الار جي دي، ما انا عندي تلاتة ار جي انا جايبهم بار واحد، خلاص هشيل تلاتة ار جي دي، تلاتة ار جي دي واحط مكانها ايه ار واحد، وأودي التلاتة دي بعكس الإشارة، يبقى تمانية ار اتنين ناقص تلاتة ار اتنين بخمسة ار اتنين. يبقى فكك من السطر ده وفكك من السطر ده، هو عايز دلوقتي يجيب ايه ار اتنين على ار واحد، فار اتنين على ار واحد بتساوي واحد على الخمسة. بس كده اللي هو بقسم دي على دي وده ما بترجعش فاضية، بس فتبقى تساوي ايه واحد على الخمسة. تمام نكمل. فهنا بيقول لنا لا السؤال ده هنا دي مش معانا، فهننزل هنا تحت. ده ماشي. بيقول لك مجزء تيار واحد من عشرة، يبقى كده دي الار اس بتاعتي بكام؟ مجزء تيار واحد من عشرة اوم، يبقى ينقص حساسية الجلفانو الى العشر، يبقى انا كده الحساسية بتاعتي بتكون ايه واحد على العشرة.
اوجد مقاومة المجزء الذي ينقص حساسية إلى الربع. يبقى أنا هشتغل على الجزء الأول، بعد كده هشتغل على الجزء إيه التاني. يبقى الار اس بواحد من عشرة. تمام. يبقى الحساسية الأول عندي بتساوي الاي جي على الاي بيساوي ار اس على الار جي زائد الار اس. فهو بيقول لك الحساسية بقت كام إلى إيه؟ قلت للعشر أهي. يبقى واحد على العشرة بيساوي الار اس بواحد من عشرة، الار جي هتنزل، الار اس بواحد من عشرة هنزلها له إيه؟ واحد من عشرة. أضرب مقص، عشرة في واحد من عشرة بواحد، واحد ار جي زائد واحد إيه؟ من عشرة. يبقى الار جي بتساوي كام؟ واحد ناقص واحد من عشرة اللي هو تسعة من عشرة. يبقى كده الار جي بتاعتي بكام؟ تسعة من عشرة. هو بيقول لك بقى عايز قيمة مجزء التيار اللي هتنقص لي الحساسية إيه؟ للربع. خلاص اقول له ربع بيساوي الار اس على ار جي زائد الار اس. طب ما هو الار جي انا جبتها بكام؟ جبتها بتسعة من عشرة، فاخدها احطها ايه هنا. تمام كده. هضرب بقى مقص، يبقى أربعة ار اس بتساوي تسعة من عشرة زائد الار اس، وأدي الار اس بعكس الإشارة. يبقى تلاتة ار اس بيساوي تسعة من عشرة. يبقى الار اس هقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة هتكون بكام؟ تلاتة من عشرة. يبقى أنا بشتغل في المسألة دي على مرتين. أول حاجة علشان أجيب قيمة الار جي، وبعد كده هعوض في تاني مرة عشان أجيب قيمة الإيه الار اس اللي هو إيه محتاجها. تمام كده. تمام. بص، النسبة بين مقاومة الأميتر إلى مقاومة مجزئ التيار. مش إحنا عارفين مقاومة الأميتر ككل بتكون أقل من أقل مقاومة؟ ليه؟ علشان هي متوصلة توازي. فدي مقاومة مثلا، لو أنا كنت حاطط هنا زي ما قلت، حطيت هنا واحد أوم، لقيت مقاومة الأميتر ككل بقت كام؟ بقت بصفر علامة تسعة. فأنا بقسم رقم صغير على رقم أكبر منه، فالعلاقة هتكون إيه؟ أصغر من الواحد إيه الصحيح. تمام كده. بيقول لك جلفانو مقاومته 45، يبقى كده دي الار جي بتساوي كام؟ 45. وصل معه مجزء تيار بخمسة اوم، يبقى كده دي الار اس. فإن النسبة بين تيار الجلفانو والتيار الكلي، عايز يعرف الاي جي على الاي بتساوي كام. ما هو تيار الجلفانو اللي هو الاي جي، التيار الكلي اللي هو ايه الاي. يبقى الاي جي على الاي ده القانون اصلا بيساوي الار اس على الار اس زائد الار جي. طب الار اس بكام؟ بخمسة. خمسة. الار جي بكام؟ بخمسة وأربعين. يبقى خمسة على الخمسين الاقيها طالعة معايا بإيه؟ 10%. تمام كده. بيقول لك يراد تحويل جلفانو إلى أميتر يقرأ تمانية من عشرة، تمانية من مية. يبقى أنا كده التمانية من مية دي هتبقى إيه؟ الآي. تمام كده. باستخدام مجزئ تيار ار اس وآخر يقرأ أربعة من مية. يبقى دي كده برضو الآي الكلية بتاعتي باستخدام مجزئ تيار أربعة إيه ار اس. يبقى دي مسألتين. فإن أكبر شدة تيار اتحمله الجلفانو عند استخدام مجزئ. ماشي. عند عدم استخدام إيه المجزئ. فأنا هقسم المسألة إيه لجزئين. أول جزء اللي هو اشتغل على الجزء الأولاني اللي هو لحد هنا، اللي هو الاميتر بيقرأ تمانية من مية. فانا اقول له الاي جي على الاي بيساوي الار اس على الار اس زائد الار جي. الاي جي هتنزل زي ما هي، وهو بيقرأ تمانية من مية، يبقى ده الاي هينزل هنا ايه تمانية من مية. طب الار اس هتنزل زي ما هي، والار جي مش مديلي لها قيمة، والار اس هتنزل. هضرب مقص، يبقى تمانية من مية ار اس بيساوي ايه اي جي ار جي زائد اي جي ار اس. فانا هجيب له الاي جي ار جي في طرف لوحديه، يبقى انا اودي له ايه الاي جي ار اس الناحية التانية. يبقى 8 من 100 ار اس ناقص اي جي ار اس. يبقى انا عملت ايه بقى في اول خطوة؟ قلت له ان الاي جي على الاي، قلت له ان الاي جي على الاي بتساوي الار اس على الار اس زائد الار جي، القانون اللي احنا عارفينه. تمام. الاي جي هو مديني رقم، لا انزلها زي ما هي. طب الاي الكلية هو مدالي 8 من 100. هقول له ايه 8 من 100 بيساوي الار اس على الار اس زائد الار جي. هضرب مقص وهجيب ايه العلاقة دي. خلينا ايه سايبينها دلوقتي. تمام. وبيقول لك بقى مع بيقرا تيار 4 من 100 باستخدام مجزئ تيار ايه 4 ار اس. يبقى خلاص هاجي هنا اي جي على الاي بيساوي ار اس على ار اس زائد الار جي. الاي جي هتنزل زي ما هي. الاي الجديده بقت بكام؟ ب 4 من 100. هنزلها هنا ايه 4 من 100 بيساوي الار اس بقت بكام؟ ب 4 ار اس على 4 ار اس زائد الايه الار جي. هضرب مقص 4 من 10، 4 من 100 في 4 ار اس يبقى 16 من 100 ار اس. والاي جي في 4 ار اس يبقى ب 4 اي جي ار اس. والاي جي في الار جي باي جي ار جي. مش ممكن اشيل الاي جي ار جي دي واحط القيمة دي مكانها اهي. مش دي هي دي، فخلاص اشيل دي واروح ايه معوض هنا. فبقت 16 من 100 ار اس بتساوي 4 اي جي ار اس زائد
8/100 ار اس ناقص اي جي ار اس. تمام، اودي الار اس دي بعكس الاشاره وهجمع دي مع دي. تمام كده هلاقي ايه، هلاقي التيار اللي هو اي جي طالع معايا. شفت سهل ازاي؟ السؤال ده مهم جدا 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 يعني، فالناس تركز فيه، سؤال مهم والدنيا فيه كويسة يعني. على ما اظن يعني ده اخر سؤال، اخر سؤالين. تمام كده. بيقول لك جلفانو مقاومته ار جي واقصى تيار يقيسه اي جي. عند استخدام مجزء تيار اي ار اصبح اكبر تيار يقيسه 4 اي جي، وعند استبدال المجزء باخر قيمته 3 ار يصبح اكبر تيار يقيسه ايه كام. عايزين نعرف اكبر تيار هيقيسه كام. بص، هنكتب القانون بتاعنا عادي ايه جدا، وبقول له الاي جي هينزل زي ما هو. تمام. واكبر تيار يقيسه يعني ده الاي، ده الاي بتاعي بقى ب 4 اي جي. هنزل ايه 4 اي جي بيساوي قيمة المجزء بكام؟ بار، هو قايل انها بار، على ار جي زائد الايه زائد الار. هنطير الار جي الاي جي مع الاي جي، تبقى 1/4 بيساوي ار على ار جي زائد ايه ار. هضرب مقص يبقى 4 ار بيساوي ار جي زائد ار. هودي الار بعكس الاشارة يبقى الار جي بتساوي ايه 3 ار. خلينا عارفين دي علشان هنحتاجها ايه دلوقتي. تمام. بيقول لك ايه بقى؟ عند استبدال المجزء باخر قيمته 3 ار يصبح اكبر تيار هيقيسه كام. بص، انا عندي الاي جي على الاي بتساوي ايه ار اس على ار جي زائد الار اس. مع الار اس بقت ب 3 ار خلاص. هضرب ايه؟ هضرب مقص، ولا اقول لك بدل ما نضرب مقص اقول لك حاجه ايه، حاجه حلوه جدا. هقول لك حاجه حلوه. انا جبت الار جي فوق بكام؟ ب 3 ار. هعوض مكانها هنا يبقى 3 ار على 3 ار زائد 3 ار. ليه 3 ار زائد 3 ار؟ ما هي الار جي انا جايبها ب 3 ار، وهي اصلا الار اس بتاعتي ب 3 ار، يبقى 6 ار. يبقى فوق 3 ار وتحت 6 ار هيديني ايه 3 على ايه على الستة. يبقى هضرب ايه مقص، يبقى الاي جي في الستة ب6 اي جي، والاي في التلاتة ب3 ايه اي. يبقى هقسم هنا على التلاتة وهقسم هنا على التلاتة، يبقى الاي بيساوي كام؟ 2 اي جي. السؤال ده برضو مهم جدا وكان جاي في امتحانات، كل الاسئله دي جت في امتحانات قبل كده، ففهمنا عملناه ازاي. فان شاء الله تكون ايه سهله. ده السؤال بقى اللي انا قلت لك ايه بتاع الرسمه. بص بقى بنجيبه ايه، بنحله ازاي. احنا قلنا القيمه دي اللي هي ايه بس الاول، القيمه دي اللي قلنا الاي جي. انا قلت لك من على الرسمه دي، دي المفروض محفوظه اهي. تعالى تعالى انا قايلها لك فين ورقه القوانين. هي المفروض هنا اهي. بص انا قايل لك ان القيمه دي بتكون الاي جي. تمام كده. تمام. نرجع للسؤال بتاعنا ايه تاني. هو عايز يحسب بقى ايه قيمة المقاومة اللي هي ايه ار جي. تمام. بص مش ده كده اي جي. تمام. والسلوب بتاعنا بيساوي ايه؟ ما احنا عارفين ان السلوب بتاعنا قلنا برضو هناك هو الاي جي في الار جي. تمام كده. تمام. يبقى انا اجيب السلوب. طب السلوب بتاعي بجيبه ازاي؟ باخد اي نقطة من هنا اطرحها مع النقطة ايه من هنا. يعني ايه؟ يعني مثلا انا خدت النقطة دي والنقطة دي خلاص، يبقى الصادات على الصادات والسينات ايه على السينات. الصاد بتاعتي هنا بكام؟ ب100 ناقص الصاد بتاعتي هنا بكام؟ ب20. تمام. طب السينات بتاعتي هتكون بكام؟ هنا السين بتاعتي كانت 10 ناقص هنا السين بتاعتي كانت بكام؟ بصفر. يبقى بتساوي ايه؟ معلش دي هتكون 20 بس. يبقى 80 على 10 بتساوي ايه؟ بتساوي 8 ماشي. بس هنا ده في 10 أس -2، فأكني قسمت على المقاومة تحت فتبقى إيه في 10 أس 2. بص الجماعة بتوع علم رياضة هم اللي هيفهموني فيها كويس جدا. أنا كده هنا أكني بجيب الميل الخط ده. طب بجيب الميل إزاي؟ باخد نقطة على الخط ده ونقطة على نفس الخط وبجيب لها الميل اللي هو والفرق الصادات على فرق إيه السينات. طب هنا النقطة دي اللي هي هنا دي السين بتاعتها ودي الصاد. طب السين بتاعتي بكام؟ هنا السين بتاعتي 10. طب الصاد بتاعتي ب100. طب ماشي النقطة دي السين بتاعتي بصفر والصاد بتاعتي ب20. يبقى والفرق الصادات 100 ناقص 20 على فرق السينات اللي هو 10 ناقص صفر اللي هو ايه 80 على 10 اللي هي ايه ب8. بس هنا في عشان اس -2 فهتطلع فوق تبقى ايه ب10 اس 2. يبقى كده اكنها الاي جي في الار جي اهي. بص الاي جي في الار جي بتساوي كام؟ 800.
تمام كده، تمام. طب ما انا عندي الاي جي جبته بكام؟ ب20. يبقى كده ار جي في 20 بتساوي كام؟ 800. يبقى هقسم هنا على 20 واقسم هنا على ال20 عشان كده اجيب قيمة الايه الار جي. هلاقيها طالعة معايا ب 40 اوم. تمام كده، مفهومة؟ هي الحتة بس دي اللي مع الجماعة بتوع علم رياضة مش هتفرق معاهم جدا، عشان هي ده سهلة جدا، واخدينها في التفاضل والتكامل وخدوا على عينيهم فيها كتير. ادام بتوع علم علوم انا باخد نقطة من هنا ونقطة من هنا، واطرح الصادات من بعض على السينات ايه من بعض، هلاقي ايه طالعة معايا على طول. ده كان الاميتر، يعني هو مفيهوش حاجات كتير الاميتر بصراحة. فهو بس كان في القانون ده اللي هو الاي جي على الاي بيساوي الار اس على الاي جي زائد الار اس. ده اما يقول لي الحساسية، اول ما تسمع سيرة حساسية وقلت للعشر قلت للربع كده، فانا بستخدم اللي هو الاي جي على الاي بيساوي الار اس على الار جي زائد الار اس. يقول لك مثلا الحساسيه قلت للعشر، يبقى انا بشيل الاي جي على الاي واقعد مكانها بواحد على العشرة بقى ايه واشتغل. طب ما قلش الحساسيه وبتاع، بشتغل على القانون ده. انا لو عايز قيمه الار اس فهي الاي جي على الاي جي في الار جي على الاي ناقص الاي جي. وده اللي هو الجزء بتاع الرسمه، لازم أنا اكون عارف السلوب بتاعها اللي هو الاي جي في الار جي، واعرف الحته دي اللي هي بتساوي ايه الاي جي. ده كان كده شرح الاميتر وبعض الاسئله اللي كلها اسئله امتحانات على فكره، فالناس تركز فيها جدا وان شاء الله يكون جزء كويس.